عارفين العذراء عملت إيه لما الملاك جه بشرها وقال لها إنها هتبقى أم الله؟ لو واحدة تانية غير أمنا العذراء عرفت إنها هتبقى أم الله كانت هتتكبر جدا وكانت هتخلي الناس كلها تخدمها. بس أمنا العذراء ما عملتش كده، بالعكس هي اللي خدمت الناس. وزي ما ذكر الكتاب المقدس عنها وقال: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أنتم. وكانت العذراء أثناء فترة حملها بتخدم نفسها وكمان الناس زي أليصابات، وكانت هادية ووديعة جدا ومحدش كان بيسمع ليها صوت، في حين أي واحدة مكانها كانت ممكن تتكبر وتتفاخر إنها هتبقى أم الله. وطول فترة الحمل لا ارتاحت ولا بطلت خدمة، وكان من أجمل صفاتها الهدوء والتواضع، وعشان كده ربنا اختارها من بين نساء الكون. ونمدح في شهر كيهك ونقول: تطلع الآب من السماء فلم يجد من يشبهك.